بحي الأوراس بولاية وهران، والتي غمرتها المياه ولا حياة لمن تناديه. ياسين حسين. قاعة رياضية للمصارعة بحي الأوراس وسط ولاية وهران يشهد لها التاريخ على إنجازات أبطالها الذين مروا من هنا، لتصبح في الآونة الأخيرة تعاني من مشكل المياه المتسربة من إحدى العمارات المجاورة، مما جعلها في حالة مزرية. هذه الصالة تضم أكثر من 200 مصارع من مختلف الأعمار. صافي 10 جور سون با اونتريني. البروبليم هذا سي لا دوش ميتوينا في الجايه في الشارع محمد خميستي. هذا لا دوش مولاها سمح فيها والماء دروك راهي فايت تما. هذاك الماء تاع لا دوش يدخل عندنا هنا. وهذه لاصال خرجت بزاف دي شامبيون، رانا لقينا روحنا في الماء. الرياضيين توقفوا عن التدريب نظرا للمياه التي أضحت تغمرها، ليطالبوا السلطات المحلية ومديرية الشباب والرياضة لوهران بالتدخل السريع. ونطلبوا من السيد الوالي ان شاء الله باهي يعاوننا ويشوف فينا، وراه جايين لي جوز اولمبيك 2020 و 2021 العاب البحر الابيض المتوسط، ان شاء الله يعاونونا وسيد الوالي يشوف فينا ان شاء الله. نعرفوا سيد الوالي باللي يحب الرياضه، وان شاء الله نطلبوا ثاني من السلطات المحليه يساعدونا باش نتهنوا من هذا العائق هذا. الرياضه هي متنفس العديد من شباب ولايه وهران، ليبقى السؤال مطروحا: إذا أغلقت القاعات أين سيكون ملجأ هؤلاء؟